بُص، هو الكومنت ده بيقول كلّمنا عن الAus Bildung تمام، والواحد يعمل إيه أول ما ييجي ألمانيا، والمفروض يكون معاه فلوس كام، ودنيته إيه، والمفروض كمان إن هو يتصرّف إزاي في موضوع السكن. بُص، هنمسكها نقطة، نقطة كده وتجيب معاك فلوس كام السكن قُلنا هتخش على ImmoScout أو Wege gesucht أو Kleinanzeigen تقدر إن أنت تجيب من عليهم سكن وتحجز من عليهم سكن من قبل ما تيجي ألمانيا أصلًا تمام، وتدفع أونلاين وكل حاجة أو تخلّي حد في ألمانيا يدفع لك أونلاين أو يعمل لك البيزيشتجونج بتاع السكن وخلاص والموضوع بيبقى إيه، منهي وبتدفع تأمينك والكلام ده كله تمام. هي دي النقطة. نقطة تانية نقطة تانية بقى تجيب معاك فلوس كام وأنت جاي ألمانيا، مش أقل من 1000 يورو طبعًا، عشان ما أنتاش ضامن الظروف تمام، أكل وشرب أول شهر لحد ما توصل لآخر الشهر وتقبض، يعني أكل وشرب مثلًا قُل مثلًا يعني 300، 400 يورو تمام، والسكن أنت كده بتبقى دافعه يعني، بس أنت عشان يبقى معاك فلوس للطوارئ، اعمل زي ما باقول لك كده، وهات معاك ما لا يقل عن 1000 يورو. ما أنتاش فاهم الظروف وما أنتاش عارف الظروف طبعًا، وما أنتاش عارف إيه اللي هيحصل بعد كده. وبعدين في أول شهر ده بيبقى أصعب شهر عليك طبعًا، فهات معاك 1000 يورو كويس تمام، والسكن زي ما قُلت لك هتتصرّف فيه، بس هو دي النقطة. أهم حاجة تعملها طبعًا بتبقى في خطوات بتعملها أول ما بتيجي زي التسجيل وزي إن أنت بتروح تفتح حساب بنكي والكلام ده كله، نبقى نتكلم عليه في فيديوهات تانية إن شاء الله. بالتوفيق.